أمي ساعديني، الدب يأكلني. أنا أولغا موسكاليوف من روسيا. حدثت قصتي في عام 2011 وكنت في ال19 من عمري حين ذهبت مع زوج أمي لنصطاد الأسماك من أحد الأنهار. فجأة ظهر دب قطبي وهجم على زوج أمي فكسر عنقه وهشم جمجمته. أصابني الذعر فقمت بالهروب ولكنه لاحقني وأمسك بي من قدمي. كان هاتفي معي فقمت بالاتصال بأمي وأنا أصرخ: أمي، الدب يأكلني. أمي، إنه عذاب شديد، ساعديني. ضحكت أمي واعتقدت أنني أمزح حتى سمعت صوت زمجرة آل الدب. ذهب الدب ثم عاد مع جرائه الثلاثة ليفترسوني، فعاودت الاتصال بأمي وأنا أرجوها أن تتصل بالشرطة لإنقاذي. بعد حوالي ساعة اتصلت بأمي للمرة الثالثة وأخبرتها أنني لم أعد أشعر بالألم وأن تسامحني، ثم انقطعت المكالمة. عندما أتت الشرطة كانت الدببة ما تزال فوقي تلتهم جثتي.